السلام عليكم. الكثير سألني عن البنج داخل الببجي إذا كنا مشتركين في باقة الببجي. طبعا في عندنا باقة في الموبايل، وعندنا طبعا أنا اشتركت في باقة الياقوت، وفي طبعا باقة على الموبايلي. طبعا هذه هي ردود نفس الناس اللي يستخدموا الباقة هذه. هذا شخص يقول خرطي جربتها البنج عالي بس في الباقة، أما إذا استخدمت النت موبايلي العادي سريع مرة، لا أنصح فيها أبدا، والصوت يفصل كمان في الببجي. طبعا هذا نفس الشخص هذا اشترك في باقة البوبجي اللي هي في موبايل ابو 60 ريال، ويقول لنا البوبجي البنك فيها عالي، يعني ما ينصح احد يشترك فيها. وهذه طبعا تجربة لشخص ثاني جربها على باقة الياقوت. كيف البنج في بوبجي على ياقوت بدون الباقة؟ كتب لي 60 وبعض الأحيان توصل 100، أحسن من الباقة يعني. قلت له أحسن من الباقة، كتب لي أيوة. يعني لما نشترك في الجيجات أفضل من ما نشترك في باقة البوبجي، لأنه في بعض الأحيان بعض الناس يشترك في باقة البوبجي بعدين يلغيها علشان يستخدم الجيجات، لأنه الجيجات بتكون أفضل في لعبة البوبجي. طبعا البوبجي ما بتسحب نت خير كثير، يعني في بعض الناس يحسب انها بتسحب كثير، لا ما تسحب كثير، حتى اذا في تحديثات للبوبجي ولا شيء وعندك اشتراك الباقة ما تستطيع تحديثها ولا تستطيع شيء، لازم يكون عندك جيجات. طبعا الببجي ما تصرف كثير، الاستخدام المكثف، انا في هنا شخص يستخدم استخدام مكثف، هنا عنده كما تشاهدون صرف في الشهر كامل تقريبا 4.5 جيجا بايت. يعني اذا كنت اكثر منه بتستخدم 5 6 جيجا بايت. يعني ما اذا اشتركت في باقة 10 جيجا ولا 5 جيجا افضل بكثير انك تشترك في باقة، لان الباقة بتتعبك.